السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة يوميات منى. في هذا الفيديو كما كتشوفوا غادي نحضر معكم السمن الحلو، ماشي الحار، الحلو مذوب كيجي جد رائع. نتمنى تجربوه يولي عندكم معتمد. انا خلاص غادي نصايبو لرمضان ان شاء الله. كيعجبني نقلي فيه البيض، وهادو خلاص هاد السمينه مع العسيله كما كنقولوا كتجي رائعه مع شي بريرات ديال اتاي وخبيز سخيخن. تابعوا معايا الفيديو حتى الاخر. ندوزو للطريقه ديال التحضير. خلاص كيجي مرمل نتوما كما كتشوفوا. هذا السمن الحلو المذوب، وهذا خلاص الحار راه عندي منزل في القناه اللي بغى يشوفوا. راه عندي الفيديو في القناه. دابا غادي ندوزو للمكونات. بالنسبه للمكونات غادي نحتاجو الزبده البلديه، هي هذه انا يلا غسلتها غير شويه من الحليب صافي وخليتها هنايا. خلاص عندي نصف كيلو. غادي نحط زعتر هكا طري، الا كان عندكم طري من الاحسن ديروه طري. هو ان كيكون وقته دائما كندير به الشاي، كندير بزاف، كنطيب به بزاف ديال الحاجات. خلاص هو هذا اللي ميبز اللي شاركت معكم الشاي بالاعشاب بالتخليط مؤخرا. هو هذا الزعتر هذا اللي عندي هنايا، هو هذا كنيبسو على هكا على هذا الشكل. هذا الزعتر يابس هو هذا. وخلاص ملي كنحيدو هكا كنحيدو له هاد الوريقات كيولي على شكل وريقات بحال هكا. المهم مازال ما نشفش مزيان، ما يبش مزيان. هذه الزعتره حتى هي يبستها على يدي. غادي نحتاج بالنسبه اللي عنده هذا الاخضر يدير غير الاخضر، اللي ما عندوش يدير هذا يابس. المهم انا غادي نخلطهم، غندير غير شويه بما ان عندي الاخضر، وغادي ندير شويه ديال الزعتر غادي نخلط بيناتهم. اللي بغى يدير غير الزعتر يدير شغله هذاك. انا كندير الزعتر والزعتر كيجي رائع. خلاص الملحه الحيه غادي نستعمل واحد ملعقه كبيره ما عمرش. غادي نحتاج الحلبه ملعقه صغيره، الزعفران الحر، زعفران الشعره واحد القبيصه هكا. غادي نحتاج واحد الملعقه كبيره ديال البلبوله ديال الشعير تيشه على هذا الشكل. غادي نفزكها. غادي تشوفوا لاش غادي نديرها. صافي هادو هما المكونات. بالنسبه للزبده باش كنحصلوا عليها من هذا الرايب هذا انا غادي نوريكم. كنجيبوا الحليب حلو، الحليب ديال البقر، وكنديروه كيريب، وكنخدوه اللبن ونحيدو منه هذا الزبده هذه هي اللي كنستخرجوا منها من ديك اللبن الزبده. انا غادي نوريه لكم دابا. قبل ما نبدا الفيديو بسم الله غادي نوريكم منين كنجيب هاد الزبده البلديه، منين كنحصل عليها. هادو خلاص غادي رايبتهم. درت الرايب البلدي راه عندي في القناه منزل الرايب البلدي التقليدي الاصلي. كانوا كيديروا شحال هذه ديال الزمان. كيجيبوا الحليب، والحليب حلو. هانتوما هذا غير تقصت لي في الغلاقه. هانتوما هاد الفراره هذه اللي من الفوق ملي كنجيبوا ديك الحليب حلو. هانتوما كنحيدوا هاد الفراره هذه. هانتوما راه رايب دابا كما قلت. المهم انا كنحيد هاد الفراره هذه اللي هنايا، كنحيدها ونديرها في واحد الجبيبينه هكا. كنحيد غير هذا الفوقاني هذا الفراره ولا القشده كنقولوا لها. هانتوما هذه هي اللي كيكون فيها الزبده. المهم كنجمعوا الا كنتو كتجيبوا الحليب يوميا جمعوها وديروها غير تحت في الثلاجه صافي حتى كتجمعوا واحد الكميه كبيره تقريبا تعمر واحد الزليلفه ولا هذا وكتمخضوها هاد الفراره هذه. غادي نزيد نحيد لكم هانتوما. المهم حيدوا غير هذا الراس الفوقاني. هانتوما شفتوا هي هذه القشده باش كنحصلوا
على الزبده. هانتوما الرايب هذا راه رايب، غادي نزيد نحيد هذا. المهم باش ما نطولش الفيديو، وريت المبتدئات وصافي. هاد شويه بقى لي هنا غادي نحيدو ونمخضو ندير به اللبينه. صافي هادي كلها كنجمعها. هاد القشده هادي غادي نجمعها حتى نعمر هاد الزليفه ديالي وغادي نمخضو. المهم نديروه في شي قريعه، ولا راني وريتكم الطريقه ديال مخض اللبن راه عندي في القناه، رجعوا ليلو. المهم انا غير باش ذكرتكم وصافي، باش وريتكم ملي كنجيبوا الزبده البلديه من الحليب حلو كنديروه يريب وصافي. المهم مع دابا البرد كيبقى 3 ايام عاد كيريب. في الحال السخون كيريب على في نهار وخلاص على نهار. صافي دابا غادي ندوز نكملوا تحضير الفيديو. دابا اول حاجه غادي نفزك هاد البلبوله غير هكا بواحد شويه ديال الماء، غادي نغسلها. غادي نحيد غير هاد النخاله هادي الفوقانيه اللي كتطلع هكا من الفوق، عفوا. صافي وغادي نديرها غير واحد شويه د الماء غير هكا بين ما نبدا معكم الفيديو تكون شربت هاد الماء هذا، واخا ما تشربش. المهم غادي نصفيو منها الماء، غادي نفزكها واحد شويه. غنوريكم الدور ديالها لاش صالح في السمن الحلو المدوب في واحد الكاسرونه. المهم في واحد الاناء غادي نجيبو هاد الزبيده هادي، هانتوما نوريكم. بسم الله. ولا كتجيبوها هكا الا كان عندكم شي واحد كتثيقوا فيه كيبيع الزبده مزيانه، غير باش وريتكم. هانتوما تثيقه شي واحد هكا تثيقه صافي جيبوها وخدموا بها، ولا خدموا المهم باي نوع ديال الزبده من اصل، يكون من اصل حيواني. هانتوما غادي نديرها في الكاسرونه ديالي. صافي بعد ما درت الزبده ديالي هنايا غادي نضيف الملح. المهم هذه الملحه الحيه هي هذه بالنسبه لي لصحق جديد، هي اللي درت بها معكم المخللات. غادي ندير غير واحد شويه هكا صافي، واحد الملعقه تكون ما عمرش. شحال هذه والدينا كانوا كيديروا غير بهذا الملح، هذه الملحه الحيه. غادي نضيف شويه ديال الزعفران الشعره والحلبه، ملعقه ديال الحلبه. بغيتو ديروا هادشي في واحد الفاصمه ولا في التوب ديال حياتي ديروه. انا غادي ندير كلشي دابا يذوب وغادي يتصفى. هذه الزعتر غادي نديرها بعد العريشه ديالها. نتوما ملي كتنشف هكا كنحكوها بين يدينا، باقي شويه خضر ما نشفليش مزيان. هانتوما غادي نضيفو غير هكا بهاد العويدات ديالو، الزعتر والزعتره. اللي بغى يدير غير الزعتر يدير. نتوما صافي غادي نضيف حتى هاد القبيطه هادي راه خلاص عندي مغسوله مزيان، غسلتها هكا خضر. غادي نضيفوها هكا في الجنيبه. صافي دابا غادي نضيف هاد المكونات يذوبوا فوق النار ونتلاقى معكم. صافي انا درت الزبده ديالي فوق النار. المهم العافيه تكون مهيله. نتوما راه بدا كيذوب، غادي نخليه حتى يذوب على خاطرو غير بشويه. نحرك هنايا. المهم هنايا بعد ما دابت الزبده، هانتوما دارت هاد الكشكوشه ما تحيدوها ما والو، غير خليوها مع التحريك. وهذه غادي تحيد راسها ما كنحيدهاش. صافي غادي دابا في هذه المرحله هذه غادي نضيف البلبوله ديال الشعير تيشه. المهم نضيفو حتى تغلي وتعاود شي 5 ديال الدقائق تقريبا، وعاد ضيفو ديك البلبوله. الدور ديال البلبوله كتمصنا ديك الحليب اللي في الزبده باش ما كيخسرناش السمن ديالنا وكيجيبو ممل. ولا ضيفوا ملعقه ديال الماء، ملعقه كبيره ديال الماء ولا البلبوله.
صافي دابا غادي نضيف هاد البلبوله. نتوما ما شربتش الماء غادي نصفيها، وغادي نصفيها في هاد المصفات. صافي بعد ما صفيتها من الماء نتوما دابا غادي نضيفها هنايا. في هذه المرحله هذه ملي نضيفوها خصنا نحركو، ما نجلسوش من التحرك، حيت الا ما حركناش غادي تحرق، غادي تلصق في القعر ديال الكاسرونه ولا فاش كتذوبو غادي تحرق. هانتوما نوريكم، وغتمص الحليب كله، غتولي بحال الزيت. هاد الزبده ما عرفتش واش كيبان، المهم انا غادي نوريكم من الفوق. هانتوما في هاد المرحله هانتوما شفتوا راه تصفى ولا غير الزيت. صافي دابا غادي نطفي عليه. هانتوما شفتوا هاد البلبوله راه شربت داك الحليب كله اللي في الزبده. هذا هو الدور ديالها باش كيتقاعد داك الحليب لتحت، ما كيهبطناش مع السمن ويخسرنا السمن ديالنا. صافي دابا غادي نطفي عليه، غادي نخليه يطفى غير واحد شويه، وغادي نصفيه في القريعات. هانتوما دابا غادي نصفي السمن ديالي. من الاحسن نديروا هاد القريعات هادو ولا هاد القليلشات هادو. هذا خلاص غندير انا عندي فيه السمن. هانتوما هذا السمن الحر راه عندي منزل في القناه، عندي محضر بالزعفران والحلبه. في القناه عندي غير عادي، نقولكم رجعوا ليه راه في القناه. دابا نقادها نديروها اما في هاد القلوشات هادو كما قلت. بغيت نوريكم غير هذه كيصبر فيها السمن الحار ولا الحلو. حتى القراعيد الزوج زوينين ولا هادو ولا المهم اللي عندكم. هذا خلاص حتى هو هذا السمن الحار راني قريبه نساليه. ودابا بغيت السمن الحلو، السمن اودي كما كيقولوا اودي، ولا السمن مذوب الحلو حنا كنقولوا له السمن الحلو. صافي دابا انا قلت لكم غادي نصفيه. بسم الله. يا اما غادي تجيبوا هاد الدواز هذا باش ما يهبطلكمش السمن على الجناب ديال القرعه ديالكم وهذه، ولا ديروا هذا والصفايه، ولا ديروا هكا كيما ندير انا. بسم الله. بلا ما نزيدوا علينا ليدام. صافي هذه هي تعمرتها. غادي نخليها على جنب وغادي ندير في الاخرى. صافي غادي نعمرها بنفس الطريقه. نحاول ما المهم الصفايه باش ما يهبطناش ديك الزعتره والزعتر صافي. صافي هانتوما بعد ما صفيت هادي غتحيدوا نقيو هاد الزعتر وهاد العويدات وهادو ما تلوحوهمش. هاد البلبوله راه طايبه حيت راه غلات وعاودت فيها غير الزعفران شعره بقى. نديرو فيه شي بويضه، ما تضيعوش شي بويضات بلديين كيجيو رائعين. انا ما كنلوحوش كنقص فيه البيض وناكلو. المهم غير وريتكم. صافي هانتوما كيبقى زوين. صافي دابا غادي نخليه هكا يبرد. القراعيد الساج هكا ملي كنشدو عليهم ديك العرق كتولي كيرجع ديك البخار هنايا والسمن كيضيع. دابا غادي نخليه هذا يتهاوى شويه وعاد نوريكم كيفاش تخبيوه. دابا بعد ما برد السمن ديالي، المهم خليوه حتى يبرد مزيان باش انا قلت لكم ما يتكونش ديك البخار ويولي بحال الماء لداخل وغادي يخسر السمن. غادي يدير ديك الغموله من الفوق. ولا الا خفتوا كان عندكم الشك جيبوا واحد الفاصمه وديروها وعاد غطيوها القرعه ديالكم عاد شدوا بالغلق. صافي دابا هنا غادي نخليهم جانبا.
هنايا عندي في واحد السطيله عندي الطحين ديال الزرع. الطحين ديال الزرع ولا النخاله اللي عندكم. المهم انا عندي هنايا خبيت واحد شويه باش نوريكم غير الطريقه اللي كانوا كيديروا والدينا شحال هادي وجدود ديالنا. انا غادي تاعلي غير وحيده. الا عندكم سطال كبير ديروه. غادي نحفر شويه باش نغطيها. شحال هادي هكا كانوا كيديروا له والدينا كما قلت لكم وجدودنا الله يرحمهم في هاد العواشر. باش هاد الطريقه هادي باش كيطيب السمن ماشي كيطيب كيبرد على خاطرو كيبرد بشويه. هنايا خلاص عندي النخاله غادي نغطي هاد بالنخاله هاد القريعه هكا. دابا الحال بارد كيوجد من هنا 4 ايام ولا 5 ايام كيوجد. صافي بركه في الحال السخون كيطلب شويه ديال الوقت كيكون الحال سخون. راكم عارفين الحراره باش يجمد السمن خصو الوقت. المهم تقريبا 2 اسابيع. صافي انا درت هذه خلاص غادي نخليها غير على برا وصافي. دابا توجد. هانتوما كيف ما قلت انا غطيت على القرعه ديالي بالنخاله بواحد الطبقه. صافي غادي نغطي عليه الغلاقه ونخليه تقريبا واحد 4 ايام ولا 5 ايام غادي يكون السمن ديالي واجد. المهم حتى الصباح ان شاء الله ونكمل معكم بين ما المهم حتى يجمد السمن ونوريه لكم ان شاء الله. هانتوما شفتوا السمن ديالي. هانتوما راه دابا الصباح واجد. غادي نحيد معكم هذا اللي درت في النخاله. خلاص غطيو عليه بواحد المنيدل وخليوه هكا كما قلت لكم واحد 5 ايام ولا 4 ايام. هانتوما انا غادي نمسحها ونجي معكم. هانتوما شفتوا هانتوما الوجه ديالو كيكون ملس ولكن انا غادي نحركه بالفرشيطه ولا الموس غادي يكون محبب كيولي مسمد ومحبب. هذا يعني انه ناجح. هانتوما ما فيه لا بخار لا حتى شي حاجه. هانتوما بسم الله غير باش تشوفوا هانتوما كيفاش كيكون مرمل ومحبب. كيجي رائع هاد السمن. نتمنى تجربوه. السمن الحلو المذوب هذا خلاص ما كيكونش حار بحال السمن الحار الاخر. حتى هذه نفس الشيء. هانتوما شفتوا كي كيجي جد رائع. الشكل النهائي ديال السمن المذوب ولا الحلو كيجي على هذا الشكل كيجي جد رائع. نتمنى تجربوه. هذا خلاص هانتوما كما كتشوفوا حتى هو كيجي مسمد محبب. هانتوما كيجي رائع مع شي بريرة ديال اتاي وخبيز سخونه ديال الزرع تكون وصافي العسيله والسمينه هكا كيجي جد رائع. هذا خلاص السمن الحار. هذا الحار راه عندي منزل في القناه اللي بغا يشوفوا. خلاص السمن الحار في الاول كيكون مازال محرر بزاف كنديروا مثلا ملعقه صغيره وعاود قد ما هو كيطول هو كيحرر ماشي بحال هذا الحلو. هذا صافي ملي كندوبوه فوق النار كيتوقف ديك الحراره ديالو ما كيبقاش يحرر كيبقى حتى العام ما كيديرش النسمه بحال هذا كيحرر شحال ما طال هو كيحرر. كنبقاو في الاول نديرو معلقه صغيره مثلا هو كيحرر حنا كنديرو نصف ملعقه وعاود كيحرر كنديرو غير راس معلقه كيكون حار. المهم ديك الرائحه ديالو كتولي مجهده ماشي بحال هذا. خلاص هذا كيعجبني بزاف. انا مع البيض في رمضان ان شاء الله ولا بغير رمضان كنحمق عليه مع البيض كيجي زوين.
صافي راه باقي الحل، مازال الحل اللي بغى هذا خلاص. واخا ديروه الاسبوع الاول، واخا ديروه هذا النهار ولا غدا تستعملوه، ما كيوقع له والو، زعما كيكون صالح للاستعمال، ماشي بحال هذا خصو يبقى شي 6 شهور عاد حلو عليه بحال كيحرر. خلاص هذا كنستعملوه في الكسكس، في جميع الاطباق كيتحتاج. كما قلت نتمنى تجربوا هذا. خلاص الزعتر الطري كنديروا في اتاي، في حتى هو بزاف د الحاجات. والى فيديو قادم ان شاء الله، وفي امان الله، ومبروك العواشر باش ما تتمناو ان شاء الله كاملين يا ربي.